الفيديو بتاع السيزون وكل سيزون فيديو الترندات بتاع الربيع والصيف ل 2023. طبعا انا مش شخص ترندي ولا شخص بيدعم الجري ورا الترندات، كان عندي تجربه مريره جدا مع الحوار ده، فبطلت ان انا اعمل الموضوع ده طبعا. وانا اصلا شخص بيتبع سلو فاشن واغلب الوقت بشتري هدوم مستعمله، ما بتبعش الفاست فاشن عموما، لكن انا بحب اعمل الفيديو ده وبحب عموما اعرف ايه الترندات علشان الموضوع بيفيدني وانا بشتري هدوم مستعمله، بحيث ان انا اقدر اشتري مثلا من الهدوم المستعمله حاجات تكون ترندي لو انا حابه ان انا البس من الحاجات الترندي، او حابه ان انا البس الحاجات اللي منتشره موضه الفتره دي. وبرضك لو حد بيشتري مستعمل يكون عارف يشتري ايه. حاجه ان احنا دايما في الموضه هنحس ان احنا بنلف في دوائر، يعني الحاجات اللي كانت موضه او الالفينات بترجع دلوقتي، الحاجات اللي كانت موضه من 5-6 سنين هنلاقيها راجعه تاني دلوقتي. فساعات بيكون عندنا حاجات في الدولاب مركونه بنلبسها وهي مش عارفين نستغلها، فنقدر ان احنا لو هي ترندي او هي دلوقتي موضه نقدر ان احنا نستغلها ونلبسها، ندي فرصه كده للهدوم المركونه في دولابنا ان احنا نستغلها بدل ما نشتري حاجه جديده. حاجه طبعا حلوه جدا بالذات للناس اللي حابه ان هي تقلل استهلاكها في الهدوم او حابه ان هي تتبع سلو فاشن. اخر حاجه من باب العلم بالشيء ومن باب الناس اللي مهتميه بالموضه ومهتميه بالفاشن تكون عارفه برضك ايه اللي ترندي ايه اللي مش ترندي، دي حاجه حلوه يعني الواحد ما يبقاش جاهل في الموضه عموما. لوك كتير او لكنا كتير مش مشكله، يلا بينا نبدا على طول. اول ترند معانا هو الكلاسيك كور او الالفيتد بيزكس. ده من اكتر الحاجات اللي حبيتها ومن اكتر الحاجات اللي انا حابه ان انا اضيفها في اول الترندات بتاعتنا او في اول الفيديو، علشان من اكتر الترندات المفيده عموما، من اكتر الحاجات اللي هنقدر نوفرها بسهوله ونقدر ان احنا نستفيد منها مش السنه دي بس، لا لسنين جايه قدام، او كمان ممكن نلاقيها في دولابنا وارد جدا بسهوله عادي. وهي البيزكس بس تكون بكواليتي عاليه وتكون الكواليتي بتاعتها طاغيه عليها، بحيث ان انا مثلا اشوف التيشيرت الابيض فاقول ده تيشيرت ابيض شكله قيم او الكواليتي بتاعته عاليه باينه عليه. تكون بيزكس بس فيها الفيت كده، فيها حاجه مختلفه مثلا بسيطه، بس اهم حاجه في الموضوع ان هي تكون بكواليتي عاليه. هو ده اللي بيفرق في الترند وهو ده اللي فارق في الموضوع. الترند ده طبعا نقدر نوفره من اي مكان، مش معضله يعني ان انا اجيبه من حته معينه، المهم ان هي تكون بكواليتي عاليه وبكواليتي كويسه علشان يبان عليها وتدينا الشكل القيم الشيك. طبعا البيزكس ممكن تكون متمثله او بتتمثل في تانك توبس، وايت شيرت، البيضه. القطع دي حلوه وعمليه واقدر استغلها دلوقتي اقدر استغلها بعدين، وطبعا بنلبسها على طول في ايامنا العاديه. ترند معانا وده مش جديد علينا، هو مكمل معانا من السيزون اللي فات او من الشتاء اللي فات، هو الدينم اون دينم. ايه، اي حاجه جينز على اي حاجه جينز، شبه حنفي القبهه زي ما اتكلمنا قبل كده. الترند ده صراحه انا بحبه كشخص وحاسه ان هو حاجه سهله ان احنا نوفرها، وهي اصلا حاجه تعتبر مستلهمه من موضه الشوارع او الستريت ستايل. يعني اصلا عامه الناس او احنا البني ادمين العاديه اللي بتقضي مشاورها في تنزل شغلها بنلبسها على طول، فدي حاجه مش جديده علينا. المهم بس ان احنا واحنا نشتري الجاكيت الجينز يكون مقارب للبنطلون، او نحاول ان احنا نقربهم لبعض عشان يبقى شكلهم مونوكروماتيك. من الحاجات برضك اللي عجباني في الترند ده ان هو مونوكروماتيك بس كاجوال، مش اسود مثلا بيدينا شكل قاتم شويه بالنسبه للصيف ومش هنقدر نستحمله، او ابيض اللي بيتوسخ مننا بسهوله. حاجه حلوه وبتدي طول وبتدي رفع، وطبعا اي حاجه جينز على جينز هتكون حلوه ومناسبه، سواء بقى جاكيت جينز وبنطلون جينز، قميص جينز وبنطلون جينز، جاكيت جينز وجيبه جينز، او حتى لو فيست جينز، اي حاجه مش هتفرق معانا. من اهم الحاجات اللي بتميز الترند ده ان انا اقدر اعمل الموضوع دوت بالشكل اللي يناسب الستايل بتاعي وبالشكل اللي يناسب الشيب بتاعي. يعني مثلا ممكن البس بنطلون وايد ليج وكروب، جاكيت جينز كروب لو انا مثلا بتيت او قصيره، لو انا طويله مثلا وانا البس مثلا حاجات طويله فهجيب جاكيت جينز يكون اوفر سايز مثلا وبنطلون ستريت. اقدر ان انا البس مثلا فيست وبنطلون جينز. مع لو الدبان طلع معايا في الفيديو سامحوني ان انا فتحت الشباك الصبح عشان كنت عايز اصور في الشمس ودخل الدبان ومش عارفه اطلعه لان الاضاءه في وشي على طول، فهو عمال بقى ايه يلهو كده عايش حياته معايا. حاجه بقى في نقطه الدينم او الجينز هي الجيبات الجينز. الجيبات الجينز مكمله معانا من الشتاء بردك اللي فات، لكن الصيف دوت هتكتسح معانا، انتشرت جدا حتى انا شفتها بردك في اماكن ياما، او بقى اللي هي مفتوحه وهتلاقوا مثلا مقفوله عادي، في اشكال ياما جدا مختلفه. انا كبسنت شايفه ان هي حاجه مختلفه وحاجه حلوه، فكر ان انا اجربها لكن مش هشتري صراحه، ان انا بردك شفت اسعارها عاليه يعني 1000 جنيه و800 جنيه، فدي حاجه اقدر ان انا اجيب بيها حاجات تانية افيد، لان بردك ده يعتبر ترند مش عملي قوي، لان مش كل الناس تقريبا هتفضله، بالذات ان الجيبات اللي طالعه مفتوحه او فيها قصه اللي هي مش مناسبه معانا كمثلا اغلبنا محجبين وكده او بنلبس لبس محتشم. ف
هتبقى صعبه شويه في الستايلنج، ولو جبناها مقفوله العاديه دي هترجعنا بقى لايام الالفينات بقى واوائل بقى الالفينات، والمدرسات بقى بتوع الحاسب الالي والجو ده، دايما بشوف كده بيقلصوا عليها على السوشيال ميديا. فما علينا يعني، اسهل حاجه ان احنا لا اما نشوف بنطلون يكون كبير علينا، او نجيب بنطلون يكون مثلا مستعمل يكون كبير علينا شويه، ونحاول ان احنا نعمل له اعاده تدوير، نوديه الخياط يعمله لنا جيبه، او احنا نحاول مع نفسنا في البيت، او نشوف جيبه تكون قديمه عندنا ونعملها جيبه نصغرها على مقاسنا. وده اللي انا بفكر اعمله كبسنت. عندي جيبه عايزه اعملها اعاده تدوير كده واجرب ان انا البسها، والله عجبني الموضوع وحسيته فعلا ستايلي، وحسيت ان انا هلبسها. ممكن اشتري لو الموضوع كان حاجه كده يعني عابره كده، فلا طبعا. وانتوا بتشتروا ركزوا ان انتوا، او لو هتفصلوا حتى ركزوا ان انتوا تعملوا قصات زي كده، عشان تبقى قصات ايه ترندي وتبقى حديثه، ما تجيبناش الحاجات اللي ورا بقى والجيبات اللي بتعمل صوت والجو ده. بما اننا بنتكلم على الجيبات، فده ينقلنا للترند التالت، وهي الماكسي سكيرت. الماكسي سكيرت من الحاجات الترندي الفتره دي، او عموما اي حاجه ماكسي، وده عكس السيزون اللي فات اللي كانت فيه اغلب الحاجه ميني واغلب الحاجه جيبات قصيره جدا. دي حلوه جدا ومناسبه للمحجبات ومناسبه للناس القصيرين زي حالاتي او البتيت، لان احنا ممكن نلبس مثلا صندل بكعب عالي او حاجه تكون بكعب عالي ومش هتبان وهتدينا ايحاء بالطول. فدي نقطة كويسة طبعا، بس دي مش حاجة جديدة بالنسبة لنا، احنا اغلبنا محجبين او بنلبس محتشم، فاحنا اغلب الوقت اصلا بنلبس جيبات طويلة، فدي حاجة عادية عندنا. عند معانا، وده اكيد لاحظتوه لو نزلتوا اشتريتوا هدوم ايام رمضان او نزلتوا اشتريتوا هدوم قبل العيد، هي الكارجو. والكارجو في كل حاجة عموما، يعني الكارجو مكمل معانا طبعا من الشتاء اللي فات، لكن السنة دي مكتسح مكتسح. وحاسه ان فكره الترند نفسها مش في قصه الكارجو على قد ما هي فكره الجيوب. يعني الجيوب بقت عشوائيه جدا في البنطلون في كل حته حرفيا. ممكن نلاقي البنطلون فيه من قدام ومن الجنب ومن ورا، وفي جيوب كبيره وفي جيوب صغيره. ما بقاش ليه التصميم القديم بتاعنا ده بتاع زمان اللي كنا بنقول عليه بنطلون باجي، اللي هو جيبين عند الركبه وجيبين من ورا وجيبين كده وخلاص على كده. لا بقى جيوب متنوعه بقى زي ما تحبوا تضيفوا ضيفوا يعني. فكره الجيوب هي اللي تعتبر ترندي اكتر، او من وجهه نظري هي اللي ترندي اكتر، اللي هي اي حاجه فيها جيوب، سواء بقى جواكت جينز، سواء مثلا الجواكت اللي هي الربيعي، الحاجات اللي بتبقى على كتان الخفيفه ديت. برضك كان فيها جواكت كبيره جدا. وطبعا الكارجو منتشر بكل الخامات تقريبا، يعني جينز، جبردين، القماشات اللي هي على مشمع. برضك الباراشوت يعتبر، او البنطلون الباراشوت يعتبر برضك مندرج بالنسبه لي تحت البنطلون الكارجو. فاحنا ما اختلفناش، لكن في تنوع رهيب الصراحه، وفي حاجات ياما عجبتني. الحاجات برضك اللي لفتت نظري واستغربت ان هي منتشره هي الجيبه الكارجو، برضك منتشره وماليه الدنيا حرفيا في محطه الرمل. انا استغربت ان هي منتشره في محطه الرمل، عشان في حاجات ياما بتبقى مثلا موجوده في سنت، على اساس ان هي بتاعت البراندات بتاعت الفاست فاشن اللي هي زورا واتش اند ام والكلام ده كله. لكن في محطه الرمل بتبقى منتشره الحاجات العمليه اكتر، الحاجات اللي اغلب الناس بتلبسها يعني. فشفت الجيبات الكارجو كتير جدا، سواء بيج او زيتي او اسود، في بردك ابيض تقريبا. حاساها بردك حاجه مختلفه وحلوه، بس هي بردك مش عمليه بالنسبه لي، ومش حاسه ان انا بردك حاجه تستحق ان انا ادفع فيها فلوس بالنسبه لي انا كشخص، لكن ممكن ناس تانية تعجبها عادي. نقطه الكارجو ده لو انتوا قصيرين او بتيت زي حالاتي، فتجنبوا حوار الكارجو بالذات اللي فيه جيوب عند بقى ايه وشه من قدام او رجله من قدام كلها، علشان هيأثر وهيتخن زياده. بس كده مفيش حاجه اضيفها تاني في نقطه الكارجو المكتسح ده. رابع حاجة معانا وهي البدل المتخيطة. طبعا البدل المتخيطة مش حاجة جديدة، هي كل سنة غالبا بتكون موجودة. اغلب الوقت بنركز فيها على البليزر، لكن السنة دي عاطين اهتمام او التركيز الاكتر على الفيست اللي هو بيبقى القطعة الداخلية اللي من جوه. وانا كبسنت شايفة صراحة ان الترند ده اصلا حلو جدا وعملي، لان البدل المتخيطة بتدي شكل شيك جدا، وفي نفس الوقت اقدر استفيد من كل قطعة فيها لوحدها. يعني البليزر هلبسه لوحده، البنطلون هلبسه لوحده، الفيست هلبسه لوحده، كل حاجه فيهم اقدر استغلها لوحدها، واقدر بردك البسهم مع بعض، شكلهم بيبقى شيك، شكلهم بيبقى قايم، وبردك عمليين بالنسبه لي. الفيست في البدله هو اللي متركز عليه قوي السنه دي، سواء بقى قماش، سواء جينز، سواء جلد، كل الحاجات دي هتلاقوها منتشره. وصراحه انا شايفاه حلو جدا، لان الفيست بالنسبه لي من الحاجات اللي بتضيف من غير مجهود. انا قوي ان انا اعمل اوتفيت يكون شكله حلو وشكله شيك وعلى هوايه، بس من غير ما اعمل فيه مجهود. يعني انا بحس ان الفيست من الحاجات بقى اللي بتعمل كده، بالذات ان الصيف اصلا هدومه مش بتبقى شيك او ولا قيمه قوي زي الشتاء. فاضافه زي الفيست مثلا لو جلد او جينز او مثلا قماشه مختلفه عن الحاجه اللي انا لابساها، تبقى حلوه، هتبقى ميكس حلو ما بين الخامات وما بين الاقمشه.
فطبعا بخطط ان انا اضيفها لدولابي، بالذات بعد ما ضفت الفيست الجلد اللي انا كنت شاريه من بورسعيد. حاجات بردك اللي انا لبستها كتير جدا الفتره اللي فاتت، فبردك هتكمل معايا في الصيف، وبردك هعمل حاجات مختلفه بقى في الشتاء تكون افتح، لان انا ما بفضلش الاسود قوي. دلوقتي ان انا هفكركم لو حابين تنضموا للعيله اللي لسه مبنيه، في العيله دي بنهتم مشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها وازاي نكون شيك بس اون بادجت. فلو انتم مهتمين متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد، تعملوا شير للقناه لاصحابكم عشان القناه تكبر بسرعه. اهم حاجه معانا هي الكرسي، والكرسي بردك مش جديد، هو بردك كان موجود الشتاء اللي فاتت ومكمل معانا الشتاء ده. طبعا منتشر جدا وترندي جدا عندنا الفتره دي بالذات، طبعا الجبلان مال الدنيا على السوشيال ميديا، والناس ياما قوي لبسته والناس ياما بتدور عليه. لكن الكرسي عموما منتشر كفكره، يعني سواء بقى هو كرسي فعلا او سواء ان هو مثلا في قميص مثلا زي الصوره دي، او في فستان مثلا جزء من فستان، الحاجات دي بتبقى حلوه قوي. وميزه الكرسي طبعا ان هو بيعمل شيب حلو جدا، بالذات لو داخل في الهدوم زي كده بيبقى كمان مناسب لينا اكتر لو احنا محتشمين او احنا محجبين، غير الكرسي الطبيعي. الكرسي الكامل دوت انا بالنسبه لي بيحرر، وبحس ان هو ايه، خنيق بالنسبه للصيف، يعني كشخص ما بيحبش ان هو يحس ان هو مخنوق. لان انا كنت برضك جايبه واحد مستعمل وكان لونه اسود، بحس برضك اللي هو حلو وكل حاجه، بس كده يعني حاسه ان انا مخنوقه. فاختاروا حاجه تكون مناسبه ليكوا ومناسبه طبعا لراحتكوا. لو انتوا عادي ما عندكوش مشكله فقشطه، لو انتوا مثلا بتتخنقوا من الحر وبتتخنقوا من الحاجات الضيقه والجو ده، فاختاروا ان هو يكون مثلا في قميص او يكون في فستان او حاجه زي كده، بحيث ان هو يدي شيب بس تبقى حاجه حلوه يعني. احنا قلنا معظم الحاجات العمليه تقريبا، نخش بقى في الجزء اللي فيه حاجات مش عمليه قوي او مش هتناسب كل الناس، لكن برضك من باب العلم بالشيء ومن باب ان احنا نبقى فاهمين الموضه ماشيه ازاي، ده لابس ده ليه وده عامل ده ليه وكل الكلام الحلو ده. جدا اي حاجه ليها علاقه بالباليه عموما، سواء بقى اللون البينك، سواء مثلا الجيبات الشيفون المنفوشه، الفساتين اللي هي اخده القصه بتاعت الفساتين بتاعت راقصات الباليه، الباليرينا طبعا مكتسحه جدا وترندي جدا الفتره دي. الرقيقه دي ترندي قوي، والفيونكات برضك كل الكلام ده ترندي قوي، هو مكمل اصلا معانا من الشتاء اللي فات. يعني الشتاء اللي فات كان موجود بس كان عند الاجانب بالاكتر، وكان برضك فيه اللي هي الرباط اللي هي بتتلبس على الشوز والحاجات ديت، هو كان منتشر عند الاجانب. ولو حد متابع اجانب على الانستجرام وكده هيلاقي ان في ناس ياما كانت بتلبسه عادي. لكن الفتره ديت هتلاقوا برضك ان في حاجات منه موجوده عندنا، يعني زي الباليرينا، زي مثلا الفساتين، قصات الفساتين، الفيونكات. انا شفت فيونكات كتير جدا اللي هي الكبيره اللي بتتحط في الشعر دي، بس هو حاجه كيوت، يعني لو حابين انتوا تضيفوا حاجه زي كده لدبكم فهو حاجه كيوت. بقى حاجه معانا هي الدروب ويست. الدروب ويست دي بقى او اللي هو الويست ستارت، لكن في التوبس من فوق او في الفساتين دي. لو انتوا ما حبيتوش الحاجات اللو ويست اللي هي البنطلونات والجيبات اللي كانت السيزون اللي فات، مش هتحبوه برضو. وانا بالنسبه لي كبسنت مش مناسب للشيب بتاعي، علشان انا جذعي طويل بالنسبه لرجلي، فحاجه زي كده هتبرز الموضوع او هتبرز ان رجلي قصيره. فالموضوع دوت عايز حد يكون رجله طويله، او عايز حد يكون مثلا جذعه موازي لبعضه، فلما يلبس حاجه زي كده هتبقى حلوه. فقولوا لي برضك رايكم، انتوا تحبوا حاجه زي كده ولا لا؟ وطبعا هنزل لكم صور بيها عشان تشوفوا. تامن حاجه معانا هي السيلفر والميتاليك، برضك من الحاجات اللي مكمله معانا وكانت ترندي وكانت موجوده، لكن بدات تنتشر جدا الفتره ديت. كانت برضك في الشتاء في البوتس بالاكتر، لكن الفتره دي هنلاقيها اكتر في البنطلونات وفي الشوزات. انا كبسنت ما بحبش اللون السيلفر، ما بحبش الميتاليك، انا بحب الجولد. حتى برضك هنلاقيه في الاكسسوارات وهو ترندي جدا، لكن انا ما بفضلهوش. لكن لو حد حابب ان هو يجرب حاجه زي كده، او حابب ان هو يدخل حاجه ترندي في دولابه، فنقدر ان احنا مثلا نشتري شنطه تكون سيلفر او تكون ميتاليك اللي هو بتلمع شويه كده ولونها فضي، هتبقى حلوه. هقدر ان انا استغلها الفتره دي والبسها، وفي نفس الوقت برضك لما ما تبقاش ترندي او مش حابه ان انا البسها في الايام العاديه، هقدر ان انا البسها في مناسبه بسيطه، خروجه بالليل، هتبقى حلوه جدا وعمليه. ترند معانا وهي القطع السيمتريكال، او القطع اللي هي فيها قصات نازله وطالعه. دي بقى هنلاقيها في التوبس، هنلاقيها في الجيبات، هنلاقيها في الفساتين، بتبقى الحاجه كده نازله وطالعه زي الصور اللي هوريها لكم. ودي برضك من الحاجات اللي انا شايفاها حلوه في الستايلينج، عشان شكلها مختلف، بالذات لو لابسين حاجه بيزك او الحاجه مش الديزاين بتاعها مش ملفت قوي، فحاجه زي كده هتبقى حلوه فيها. اخر حاجه معانا بقى وهي العشرة الاكسسوارز. لسه في حاجات كتير قوي في الاكسسوارز ترندي، فهنتكلم عنها شويه. اول حاجه معانا هي الريترو سنيكرز. بقالنا فتره طويله جدا متجهين في الشوزات والسنيكرز ان هي بالذات السنيكرز ان هي تكون تشانكي وتكون كبيره وتكون متجهه ان هي اجلي شويه كده، لكن دلوقتي احنا متجهين لحاجه تكون فلات على الارض اكتر وتكون
الستايلات القديمه الفينتج ديت. مثلا سنيكر بتاع اديداس دوت منتشر جدا وترندي جدا، وانا اتخيلت بيه تقريبا او شفته وانا بشتري كوتشي من الغرفه التجاريه شفته. انا طبعا بالنسبه لي كبسنت ما بفضلش الحاجه الفلات على الارض، وبطلت اشتريها ان انا مش بلبسها قد كده، وبالذات ان انا اغلب الوقت بنطلوناتي بتبقى طويله، فعايزه حاجه عاليه عشان ما تبهدلش البنطلون وعشان ابان اطول. لكن لو انتوا اشخاص بقى بتفضلوا الموضوع ده فدي حاجه حلوه جدا. هتلاقوا ستايلات ياما بقت على الارض وفلات. في الاول طبعا كانت كل حاجه عاليه وكل حاجه كبيره. في حاجه معانا هي الباليرينا. الباليرينا طبعا تبع ترند الباليه اللي قلت لكم عليه، هي منتشره جدا جدا الفتره دي بالذات بره، وبرضك هنلاقيها اكيد في الصيف عندنا منتشره. هي برضك بالنسبه لي مش الحاجه اللي بفضلها عشان برضك هي على الارض، وعشان انا ما بحبش الباليرينات عموما مش عارفه ليه. لكن لو انتوا حابين تلبسوها فركزوا وانتوا بتعملوا لها ستايلنج ان هي تكون على بنطلون وايد ليج عشان هو ده الترندي وهو ده الدارج حاليا، او تلبسوا مثلا عليها بنطلون ستريت لو انتوا مش بتحبوا الوايد ليج. المهم تبقى رجله واسعه بلاش السكيني علشان ما ينقلناش لموضه اول الالفينات وكده. اوفر سايز باجز، كل حاجه السنه دي في الاكسسوارز هتبقى اوفر سايز عموما. برضك الشنط الكبيره هي اللي ترندي قوي الفتره دي. الاحجام الكبيره رجعت تاني زي الاول زي ما كنا بنلبسوها من كام سنه. الاحجام اللي هي بقى المتوسطه والاحجام اللي هي الميني والمايكرو دي خلاص ما بقاش حد بيلبسها غير انا تقريبا عشان انا بحب البسها على طول. طبعا الحاجات ديت مش مناسبه، او الشنط دي مش مناسبه للناس البتيت او الناس اللي جسمها قليل كده او قصيرين زي حالاتي. رابع حاجه معانا هي برضك السيلفر اكسسوارز، وبرضك تكون حجمها اوفر سايز او تكون كبيره تشانكي. طبعا بعد فتره طويله جدا ان احنا بنلبس جولد، ومن الجولد هو اللي ترندي دلوقتي اتنقلنا لان السيلفر هو اللي ترندي. انا كبسنت مش بفضله عشان هو مش ماشي مع الاندرتون بتاعه، عشان انا اتعودت على الجولد خلاص وبحب الجولد وعندي اكسسوارات ياما جولد، فمش هضحي بيها واجيب سيلفر، بطلت البسه من زمان يعني. لكن اللي عجبني في الترند هو حوار ان كل حاجه فيه اوفر سايز، زي الحلقان زي السلاسل، بالذات الحلقان علشان من الحاجات اللي تقدر تعمل الفيت للاوتفيت اللي انا لابساه، بالذات لو انتوا زي حالاتي بتلبسوا حاجات بيزكس اكتر يعني تيشيرت وبنطلون قميص وبنطلون. الحاجات دي بتبقى محتاجه ان احنا نلبس حاجات علشان تبرز. حاجه بقى للشعر ودي اكيد لاحظتوها هي الهيد باندز اللي هي البندانه طبعا اللي كنا بنلبسها على طول. ماما طبعا كانت بتقعد تتحايل علينا على طول نلبسها وكده، وكنا بنروح نقلعها في المدارس. هي ترندي جدا الفتره دي منتشره قوي، كنت عايزه اجربها بس انا طبعا قصيت شعري في حاجه زي كده هتخليني شكلي مختلف جدا وشكلي عنيف قوي. لكن هي بالنسبه لي حلوه. احنا طبعا مع الحر الروتس بتاعت شعرنا بتعرق وكده، فلا اما بتهيش لو احنا شعرنا كيرلي، لا اما بتفطس لو احنا شعرنا ستريت مثلا او ناعم وكده. فدي حاجه حلوه لو مثلا اليوم مش حلو او الجو مش حلو قوي فنقدر ان احنا نعملها ونسيب شعرنا على ورق او نعمل تسريحه فيها تبقى بردك حاجه حلوه. طبعا الفيونكات الكبيره زي ما قلنا تبع ترند الباليه، بردك دي شفتها كتير جدا في الزنقه وفي المنشيه، حلوه بردك جدا بالذات لو شعركم طويل كده هتبقى بردك حلوه قوي. اخر حاجه هي الاوفر سايز سكرانشز او اللي هي التوك الكبيره برضو بس تكون كده ساتين بقى ولفته النظر كده، ترفعوا بقى بيها دي الحزام تربطوا بيها على تحت تحطوها فوق الكحكه. كل الحاجات دي حلوه قوي عمليه وحلوه لجو الصيف كده، وبتدي تاتش كده صيفي حلو بالذات لو انتوا بتلبسوا طبعا بيزكس وكده، فدي حاجه حلوه. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا وعجبكم الفيديو. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر حاجه عجبتكم في الترندات او ايه اكتر حاجه شايفين ان انتوا تقدروا تضيفوها لدولابكم. وما تنسوش تشوفوا الفيديو بتاع ازاي نختار قطع ترندي صح او ازاي نجيب قطع ترندي تقعد في دولابنا اطول فتره ممكنه. هسيب لكم الفيديو في الديسكريبشن بوكس تحت وهتلاقوه هيظهر لكم دلوقتي، وهقول لكم باي باي هنا، لكن هشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.